نص الناس تشوي الدجاج غلط أو بطريقة أقل من العادية، والسبب أكيد لأن ما طوروا مهارات الشوي عندهم. وفي يوم من الأيام من وراء هاي الخلطة صعدت مبيعات المطعم اللي كنت أشتغل بيه إلى الدبل. أنا اسمي نوي ومتابعين يسموني ملك الخلطات، وتعالوا خليني أشوفكم تتبيلة اليوم. ومثل ما علمتكم دائما بكل فيديوهاتي راح نجيب أفخاذ دجاج مشرحيها بهالشكل، كلش ضروري نشرحها بهالشكل، ونتبلهم بالبداية بخل وفلفل أسود وملح وزيت فقط لا غير. نوزع التتبيلة كل زين ونتركها مدة أقل شي 6 ساعات على مود تتبل. التتبيلة هذه مخصصة للشوي على الفحم، بس مثل ما علمتكم دائما أنا استعمل شواية كهربائية، ولا أدوخت الفحم ولا شغل النار وطفي النار، تعطيني نفس الشغل. وهسه الدجاج من بعد ما استوى راح تشتغل الحركات السحرية، الحركات اللي راح نبهر بيها الجمهور. راح نضيف بابريكا خشنة أو فلفل حار حسب الرغبة. وأول ما نشيل الدجاج من الشوي ندهنه بالزبدة على مود تموع على حرارة الدجاج وتتكون عندنا مثل الكريمة، وعلى مود نحافظ على نكهة الزبدة. نعصر فوقهم نص ليمونة ونكسر طعم الحموضة بالعسل. هسه طبعا أكيد يجي واحد راسه مربع ويقول لنا إيش لون تخلي عسل على الدجاج المشوي؟ دي شوف شكله، دي شوف تحميصته، دي شوف كمية النكهات اللي بيه. أنا بالنسبة لي طول عمري عايش بالخارج، وهنا الناس يموتون على هذه التتبيلات. انتو بالمكان اللي عايشين بيه ايش لون تحبون التتبيلات؟ كتبوا لي بالتعليقات.